بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب تشوفوا الفيديو. يا أغلى متابعين وكل سنة وانتم طيبين. وهتعملي لنا إيه ست أم أحمد النهاردة؟ هنعمل كده أكلة الشعب المصري كله بيحبها تقريبا كده يعني. وهي إيه؟ هنعمل كده شوية كشري مصر كده إنما إيه عجب، ومعاهم شوية كفتة حاتي هشة كده ونفشة وزي الفل. بس لو لسه معايا جديدة حضرتك وما اشتركتيش في القناة اشتركي حبيبة قلبي وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك منه كل جديد. وكمان حبايب قلبي اللي معايا من زمان ما تنسوش تحطوا اللايكات بالله عليكم، لايكات كده بالله عليكم كده، عايزين الفيديو يكبر ويوصل لأكبر عدد من حبايبنا. تمام. طيب يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجة كده معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعاها حتة دهنة كده كمان مفرومة معاها عشان تدي لها طراوة كده ولمعان وتبقى معايا هش. خلاص. نزلنا عليها كده ببصلاية كبيرة مفرومة، وكمان ربطة كده من البقدونس، خدت الورق بس. وكمان نزلت ببضاية كده حلوة، وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من البقسماط، وهننزل كمان بالبهارات بتاعتنا. تمام. طيب اول حاجه كده هنزل بمعلقه حلوه كده، يعني بصوا معلقه كبيره كده من البيكنج باودر. ليه؟ طبعا احنا عارفين ان البيكنج باودر دوت برضو بيخلي الكفته معاكي نافشه كده ومش مكتوم. تمام. وهنضيف الملح بتاعي، وانتي خدي بالك بقى وانتي بتحطي الملح كده حبيبه قلبي عشان طبعا البقسماط بيبقى فيه نسبه كبيره من الملح. طيب حطيتي ايه كمان يا ام احمد؟ حطيت معلقه كبيره من بهارات الكفته. تمام. وهننزل كمان بمعلقه كبيره كده من الفلفل الاسود، وكمان معلقة كده من السبع بهارات، وهننزل برضو بقى بمعلقة صغيرة من الجنزبيل، وكمان معلقة صغيرة من القرفة. وهنزل لكم طبعا بالمقادير دي كلها والمكونات كلها والتوابل كله في صندوق الوصف. تمام حبايب قلبي. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك كده المكونات بتاعتنا دي كلها، هقلبها كده مع ايه بعضها. تمام. وهشيل الاسباتيولا خالص ديت او المعلقه بتاعت الخشب دي، وهبدأ بقى اعجن في اللحمه كده عجنه كويسه. عجنة ايه كويسة. خلاص. ليه؟ عشان احنا عايزين اللحمة بتاعتنا تكون ناعمة كده ومتجانسة، الأنسجة بتاعتها كلها تتدخل كده ايه وتمتزج مع بعضها. تمام. وضفت خدت بالكم دلوقتي ان انا ضفت كمان معلقة ايه من البقسماط، لان لقيت العجينة معايا طرية كده، اللحمة طرية، فانا حطيت لها كمان معلقة من البقسماط. معلقة. تمام. جبت كده فقشة صغيرة حطيت فيها معلقتين من الزيت، وكمان حطيت معلقة من الزيت في الصينية اللي أنا هشتغل فيها، وهركنها كده على جنب. تمام. طبعا ايه الكفتة بعد ما عجنتها كويس حطيتها في التلاجة ريحت شوية. ماشي يا حبايبي، لازم تحطها تريح شوية كده عشان تشتغلي بقى معاكي بكل سهولة. تمام. هجيب بقى كده عيدان من الشيش طاووق كده اشتغل بيها، ولو مش متوفرة عندك ممكن بظهر معلقة عادي خالص مفيش مشكلة، أو أي حاجة، أو سيخ عندك أي حاجة تبدأي تشكلي الكفتة عليها زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله اللحمة جميلة جدا، والعجينة بتاعتها حلوة قوي، وشايفين ما شاء الله بتتماسك ازاي، ما بتقعش خالص وما تفكش منك ولا اي حاجة. وشكلي بقى زي ما انت عايزة، واعملي بقى الصوابع اللي انت عايزاها براحتك، عايزة بقى تكبريها عايزة تصغريها، دي في ايدك خالص. تمام. وانا حبيت ابدا بالكفته الاول لان الكفته انا هعملها شكلها وهحطها تريح في التلاجة بعد ما شكلتها كمان شويه برضو. بصوا عمليه التريح للحوم دي بتبقى جميلة جدا ما شاء الله، وخطوة حلوة قوي، وبتبقى بتدي لها نتيجة كويسة. تمام. شايفين بقى ما شاء الله كده احنا سرعت الفيديو في الجزء ده، وشكلت الكفتة كلها زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وخلصنا كده ما شاء الله نص كيلو فرد معايا حبة حلوين، هحطهم بقى في التلاجة طبعا على ما نشوف المكونات التانية وهنعمل ايه. معايا هنا كيلو الا ربع من المكرونة المشكلة، وكمان كيلو الا ربع من الرز مغسول ومنقوع، وكوباية كبيرة من الشعرية، ومعايا كمان ربع كيلو من العدس ابو جبة، ومعايا 3 بصلات كبار مقطعاهم جوانح بالشكل ده. نزلت عليهم كده بمعلقة من الملح ومعلقة من الدقيق، وهبدأ بقى ايه ادعكهم مع بعض كويس جدا. تمام. خلصنا كده خلاص. طبعا هغسل بقى العدس بالجبة بتاعنا ده، وهحط عليه مية وهحطه بس على النار ياخد غلو. وهنا كمان وانا كنت بجهز الحاجة كنت حطيت المية المكرونة تغلي، ولما غلت نزلت كده عليها بالمكرونة، وكمان هضيف لها بصلايه وطماطمايه بتدي تست عالي جدا للمكرونه المسلوقه. خلاص. وكمان وريتكم هنا ان انا كنت معلقه على الصلصه. خلاص كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه بقى قبل ما ابدا حاجه خالص هجيب كميه زيت حلوه كبيره، لان كميه الزيت دي انا هستخدمها في كل حاجه،
وهحمر فيها البصل الاول. مش عايزه اقول لك بقى الزيت هنا المتحمر فيه البصل ده بعد ما بستخدمه بقى في باقي الوصفه، الله عليه، بتديلها طعم رهيب في لكل حاجه. هنا الطماطم اهي، تاني قلت لكم ان التسبيكه هنا او الصلصه بتستبك. هنا العدس خد الغلوه بتاعته وصفيته وسبت الميه عشان ايه، خليكم معايا كده لاخر الفيديو هنشوف الميه العدس دي هتروح فين. تمام. هنا البصل طبعا انا واقفه متابعاه وهاخد بالي منه كده، وطول ما انتي بتقلبي فيه حاولي تفرفري فيه كده عشان بيبقى يتشابك في بعضه ويتماسك. خلاص انتي تبداي فلفلي فيه كده وهو بايه في الزيت. وهنا خلاص الكفته طلعتها وهدخلها الفرن على درجه حراره كده 170، وعلى ايه على الدرج اللي تحت كده 5 دقايق، وبعد كده هحطها على الرف واسيبها تعيش حياتها مع نفسها. تمام. هنا البصل بتاعي خلاص كان اتحمر بالشكل دوت. هبدأ بقى ايه، هنشيله من الزيت. انا حاطه كميه زيت كبيره، خدوا بالكم كده ليه وركزوا معايا كده نشوف هنعمل بقى ايه. هنا البصل خلاص انا حمرته كده وشيلته. تمام. ولو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش بقى تحط اللايك، بالله عليكم حطوا اللايك. طيب اول حاجه خدت جزء كده من الزيت هحمر فيه كوبايه الشعريه الكبيره بتاعتنا عشان اعمل الرز بتاعنا. تمام. احنا الصلصه بتاعتنا عايشه حياتها هناك على الرايق مع نفسها كده. خلاص كده يعني حاولي قبل ما تبداي لو تقدري على اي حاجه تحطيها حطها جنبك تجهزيها مفيش مشكله. طيب هنا المكرونه بتاعتي خلاص كانت استوت وصفيتها من الميه كويس. هاخد برضو جزء من الزيت اللي انا عملته ده، اللي انا محمره فيه البصل، وبرضه هقلب المكرونه فيه عشان طبعا المكرونه تفلفل معايا كده برضه وتبقى مفرفره وحلوه، وكمان تديني لمعه جميله كده. ومش عايزه اقول لك بقى الزيت بعد ما بتحمري فيه البصل ده وتستخدميه في باقي الاكله، الله عليه الله عليه والله العظيم بيبقى طعم وريحه ما اقولكيش. خلاص كده. هنا الشعريه بتاعتنا برضه ما زالت على النار. بصوا الواحد بيبقى واقف كده في المطبخ عينه في كل حاجه، وما تحطيش حاجه على النار وتنسيها وتروحي تشتغلي تركزي في حاجه تانية. تمام. يبقى لازم تبقي واقفة في المطبخ كده عينك في كل حاجة ومركزة مع كل حاجة عشان ما اعملش حاجة ابوظ حاجة تانية. طيب هنا الرز بتاعي طبعا صفيته من المية كويس خالص، وبعد كده نزلت عليه بيه على الشعرية بعد ما خدت اللون بتاعنا الجميل اللي انا عايزاه ده. هنزل عليها كده بمعلقة حلوة من البابريكا، ومعلقة كمان من الكمون، ومعلقة كده من البهارات المشكلة، ومع الكزبرة. بتدي تست برضو عالي جدا جدا للرز. تمام. وبرضه هقلبهم كويس مع الرز كده وهديلهم تشويحة حلوة. إيه التشويحة دي ما شاء الله بتدي للرز بصوا طعم حلو قوي برضه، بتساعد الرز بتخليه مفلفل معاكي وزي الفل. وطبعا الرز بتاعنا منقوع هناخد بالنا بقى من القعد بتاعه اللي احنا هنحطه. اول حاجة بقى هضيف مية العدس دي. مش عايزة اقول لك مية سليق العدس ابو جبة ده الله عليها، بتدي برضه طعم وتست عالي جدا جدا للرز. طبعا مش هتكفي فزودتي كمان شوية مية عاديين خالص من الحنفية، وهبدأ اقلبهم مع بعض كده. وطبعا ان حطيت الملح كمان بتاعي وظبطت الدنيا، وهسيبه مكشوف زي ما احنا متفقين. وقلت لكم قبل كده في الرز بتاعي انا بسويه مكشوف كده لغايه لما يتشرب الميه بتاعته خالص، وبعد كده ببدأ اغطيه وبحطه على النار الهاديه خالص يعيش حياته. تمام. خدنا برضو كمان جزء من الزيت هنعمل فيه ايه بقى، هعمل فيه الطشة بتاع الصلصة. حطيت معلقة كبيرة كده من التوم، وهديها برضو اللون الوردي الجميل ده. اول ما يوصل التوم معايا للون السفاري، احنا بنقول عليه سفاري او تقولي ذهبي بقى زي ما تقولي. ركزي معايا بقى نشوف هنعمل ايه كده عشان ناخد الريحة بتاعة المطاعم او بتاعة محلات الكشري اللي احنا بنشمها في الشارع. ضفت ايه كده دلوقتي لما معايا البصل اصفر كده، نزلت بمعلقة شطة حلوة عليها كده معلقة من الكمون، وابدأي بقى شوحيهم مع بعض كده وشمي الريحة بقى وقولي يا سيدي يا سيدي. هي دي الريحة كده اللي اكون ماشية بره عند محل الكشري وبشمها. هي دي بنفس الريحه بالظبط. هترشها بايه بقى، هترشها كده بحوالي نص كوبايه صغيره من الخل. مش عايزه اقول لك بقى يا عيني يا عيني على الريحه بقى، والله العظيم الريحه بقى بصي ما اقولكيش بقى. طيب بعد ما طشنها كده بالخل، هجيب بقى معلقتين من الصلصه اللي انا عاملاها كده، نجيب كبشتين كده مع التومه كده بالخل دي، وبرضه هديلهم تقليبه صغيره كده. واول ما يغلوا هترشهم على الصلصه. خلاص هنا بقولك ان الكفته هنا عايشه حياتها خالص هي مع نفسها. تمام كده تمام.
خلاص كده بدأ يغلوا خلاص اهوت، هرفعهم من على النار بقى واروح اطشهم فين؟ على الصلصة بتاعتنا. خلصنا كده. مش عايزة اقول لك، اقسم بالله الريحة كانت رهيبة. الريحة مش عايزة اقول لك بقى، ولا تقولي لي بقى كشري الزهراء ولا كشري بقى ايه الفيحاء. احنا عندنا احلى كشري، كشري الست ام احمد، بامانه والله العظيم حاجه كده زي الفل. طبعا كمان انا ظبطت، بصي بقى بالنسبه لمعلقه الشطه اللي انا شوحتها دي، دي اختياري، مالكيش في شطه ما تعمليهاش. بس عايزه اقول لك ان معلقه الشطه دي لما بتتشوح في التومه كده على النار الاول، هو ده سر الريحه كده وطعم المحلات اللي احنا بنجيبها من بره، او الكشري بتاع المحلات من بره. وهنا شايفين الرز عايش حياته خالص على الروقان بقى على هادي. بعد ما نشف وتشرب خلاص تقلبه بقى كده، هو لسه بقى محتاج شويه، وهغطيه واسيبه على النار الهاديه كده يعيش حياته زي ما اتفقنا. وهنا خلاص الصلصه بتاعتنا بتاع الكشري كانت جاهزه. طب هنعمل ايه تاني؟ لسه هنعمل بقى الدقه اللي هي الخل والثوم. عارفينها؟ عارفينها؟ طب خليكم معايا وانا اقول لكم عليها. برضو خدنا معلقة كده من التومة الحلوة برضو مع الجزء الأخير من الزيت، دول كان آخر حبة من الزيت اللي أنا محمرة فيه البصل. بصوا أنا حمرت البصل الأول والزيت عشان اشتغلت بيه كل حاجة تمام. برضو التومة لما تاخد اللون الذهبي كده، هنزل عليها برضو بمعلقة إيه بقى، بمعلقة من الكمون، وكمان معلقة من الملح بتاعي. وبعدين برضو إيه هتديلهم تشويحة كده، وبعد ما يتشوحوا هتشوهم برضو بنص كوباية خل. بصوا بقى الكشري اساسي هنا عندنا ايه؟ خل وتوم. ها، خل وتوم ده اساس الكشري بتاعنا، عشان بقى ناخد الريحة بقى والطعم بتاع المحلات يا جدعان. امال ايه يعني؟ ما نمشيش في الشارع نقول لها الله، هو ريحة الكشري بره غير الكشري في البيت ليه؟ ما انت عشان ما ايه، ما بتنفذيش او ما بتظبطيش التكات والحركات يا ستي. خلاص كده الدقة بتاعتي لما تغلي كده خلاص بقوم طافية عليها وكله بقى جاهز كده تمام. يلا بقى نغرف الاكل بتاعنا، يلا بينا حبايب قلبي. خلاص بصوا بقى كده اهو، كل حاجة لوحدها، عندنا العدس لوحده، المكرونة لوحدها، الرز لوحده. باخد بقى كده كبشة من الرز جنبها كبشة من المكرونة وجنبها كبشة من العدس، وكمان البصل بتاعنا المتحمر الجميل ده، مش عايزة اقولك مقرمش وجميل وزي الفل. والله الصلصة يا جماله يا جماله والله العظيم، الصلصة جميلة جدا جدا وطعمها مش عايزة اقولك رهيبة. اقول لكم حاجه بس خليها في سركم. الفيديو ده كان قبل رمضان، وكان عندي ناس شغاله فانا غرفت لها الاول اهمت، كانوا اتنين مش عايزه اقول لك الريحه فوق جننتهم. والله العظيم ريحه الكشري بتاعنا فوق جننهم. فانا غرفت لهم الاول الحمد لله وطلعت لهم يعني. وهنا بقى كان غرفت ليا كده انا والولاد. خلاص. هنا برضو الكفته، شايفين قد ايه الكفته ما شاء الله جميله وزي الفل وكده، وطريه وجوس كده وحاجه جميله ما شاء الله. ولا الكشري بقى والدقه يا جماله يا جماله بجد بجد، يستاهل لايك ولا ما يستاهلش؟ ولو وصلت معايا لغايه هنا بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك، بالله عليكم حطوا اللايك يا جدعان. وشيروا بقى على قد ما تقدروا، شيروا على قد ما تقدروا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده وكنت عند حسن ظنكم يا احلى واغلى متابعين. وما تنسونوش بقى بالله عليكم في اللايكات وفي الكومنتات الحلوه المحفزه. ولو محتوايا او فيديوهاتي بتعجبكم كده تاني، اكتبوا لي كومنتات حلوه ومحفزه وقولوا لي تسلم ايدك يا ست ام احمد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي. وما تنسوش بقى تكتبوا لي بقى من اي بلد بتتابعوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين قناه عيون.